تعالوا خلينا نسوي المرقة اللي ما تحتاج لحم، حتى إذا كان عندي لحم ما راح أضيف بيها. يلا تعالوا خليني أقول لكم شنو هي. بالبداية راح نضيف زيت الزيتون، طبعا يصير زيت عادي ماكو إشكال. راح نضيف على زيت بصل أخضر مقطع بهذا الشكل، ونحمسه حمسة خفيفة. بعد ما يذبل عندنا نضيف القرنابيط. القرنابيط عندنا نظيف ومغسول، وراح نضيفه على الوجه بهذا الشكل. وانتو كتبوا لنا بالتعليقات شنو اللي مرقة اللي تسووها ما تضيفوا لها لحم وتحسوها اصلا ما تحتاج. فاني حرفيا مرقة القرنابيط ما اضيف لها لحم، ما تحتاج، بفوائدها وطعمها يصير يجنن صراحة. اني هذه الطريقة حتى اذا كان عندي كومة لحم ما راح اضيف بيها. هنا أنا راح أضيف المي، طبعا بعد ما تركته القرنابيط ينحمس على نار وسط، نار هادئة مو كلش نار عالية بعدين يحترق، فينحمس على كيفه. وبعدين راح أخلي المي، وبعدين أحمس على صفحة 3 ملاعق من معجون الطماطة. طبعا معجون الحصة يحتاج له هواية حمس حتى يصير بالمرقة شكله حلو وبنفس الوقت يعطينا ثخن. ضفت فلفل أسود وملح ملعقة، ويصير يضيفوا لها ماجي دجاج أو لحم. صراحة ما كان متوفر عندي الماجي كان ضفت لها. فهنا أنا شوفوها المرقة شلون بدأت تفور عندي، وأغطيها وأتركها تفور على راحتها وبعدين أرجع لها. وهنا أنا راح أضيف نص رارنجاية شايلة من عندها أنا النوى، وأعصرها عصرة على المرقة تصير طعمها يجنن. هسه أكيد راح نهدرها وين؟ على الصوبة، وتصير عندنا ثخينة وتخبل، وصارت جاهزة عندنا المرقة. بس شوفوا ليها شلونها تخبل لو لا. وانتو كتبولنا بالتعليقات مو تنسون شنو المرقة اللي تسووها تحسوها ما يضاف لها لحم. أنا صراحة مرقة القرنابيط وكلش أحبها بهاي الطريقة. ألف صحة وعافية علينا وعليكم يا رب. وصار غدانا جاهز علينا وعليكم يا ربي بألف عافية، وإن شاء الله يا رب يطعم كل جوعان ويرزق كل محتاج.